يوم يوم يا وليد، الامارات تطلق اقمارا صناعيه، الاخرين يطلقون اعصابهم. في السياسه العربيه في مدرستين، مدرسه تبني والثانيه تزعل. الامارات يوم ترسل مسبارا للمريخ، الرد بيرد عليك الجزائري والله مؤامره. الامارات يوم تبني اطول برج في العالم، الرد بيكون تصريح حاد مع حاجبين مرفوعين من حفيظ الدراجي. الامارات تجذب الشركات العالميه، تطور الذكاء الاصطناعي، تستثمر في الطاقه النظيفه وتحول الصحراء الى مدن ذكيه. وفي الجهه المقابله مؤتمرات صحفيه، هجوم، نبرة عالية، كلمات كبيرة بمشاريع صغيرة. الجزائر قررت أن تنافس الإمارات ليس في الاقتصاد ولا في التعليم ولا في الابتكار، بل في عدد الجمل الانفعالية في الدقيقة. الإمارات تتحدث بلغة الأرقام، لكن هم يتحدثون بلغة الانفعال. الإمارات تبني موانئ ومطارات، هم يبنون روايات. الإمارات ترد بالإنجاز، لكن غيرها يرد بالصوت. وتقول هنا هناك دول تبني المصنع، تبني وتصنع المستقبل، لكن الثانية تشتكي منه. والتاريخ للاسف لا يحفظ البيانات الغاضبه، بل يحفظ الشغل والاشياء اللي تسويها البلاد. في هذا الجزء من العالم حاليا تتشابه الدول بعضها، لكن يستيقظ ليسال كيف نطور، وبعضها يستيقظ ليسال على من نغضب وعلى من نهجم اليوم. اليس الوجهه الامارات؟ الامارات هي حاليا تطور هي في الذكاء الاصطناعي، تحصل الجزائر تطور في نبرة المذيع وكيف تهاجم الإمارات من الجهة الثانية. الإمارات تخطط الاقتصاد ما بعد النفط، الجزائر ما زالت تختلف حول ما قبل الغد، وتجهز لكيف يمسك طابورا على أساسيات الحيط، أساسيات العيش الكريم. المفارقة المضحكة المبكية أن الإمارات لا تهاجم الجزائر، بل تستثمر فيها. الحين تستثمر الإمارات، هي تستثمر. شركات إماراتية تدخل السوق الجزائرية من زمان، مشاريع، رؤوس أموال، فرص عمل. الإمارات تمد يد الاقتصاد، والرد يأتيك من عيال سنبلاغب بقبضة الخطاب، كأن الرسالة تقول شكرا على الاستثمار والآن اسمحوا لنا نطيح فيكم أو نهاجمكم إعلاميا. مشهد غريب. المواطن الإماراتي يفكر في أي جهة سياحية بيقضي عطلته، العطلة اللي بيقضي فيها نهاية الأسبوع. أما المواطن الجزائري يفكر إن كان الماء قد وصل اليوم قبل النشرة الإخبارية أم بعد النشرة الإخبارية. الإماراتي يناقش خيارات المدارس الدولية لأطفاله أو الداخلية أو الخارجية منه. أما الجزائر يناقش أسعار البطاطا. في الإمارات الحكومة تخدم المواطن عبر تطبيق الهاتف، في الجزائر المواطن يخدم الطابور عبر تطبيق الهاتف اللي ما يخدم فيه شيء أساسا. في الإمارات الرفاهية سياسة عامة، أما في الجزائر الصبر استراتيجية وطنية وتخدم المصلحة العامة، وكذلك ترحم على الشهداء. الإمارات تبني اقتصادا متنوعا، جامعات عالمية، بنية تحتية رقمية، طاقة نظيفة. أما في الطرف الآخر والله بتحصل لك خطابات تحتاج مترجما نفسيا أو مريض نفسي ليفهمها أساسا. لكن يأتي السؤال الحين، إذا كانت الإمارات إشكالية، لماذا ترحب باستثماراتها من الأساس ومن بدايتها؟ وإذا كان نموذج الإمارات خطرا، لماذا التقليد؟ لكن الجواب ممكن أن نتخيل الجواب بسيط. حين تعجز عن منافسة التجربة تنتقدها، وحين لا تمتلك مشروعا تصنع خصما وتنتقد الثاني وتطعن فيها على أساس أنه مؤامرة، أنه دعم خارجي. لو كان الدعم الخارجي يأتي من الخارج كنت أنت أول المستفيدين. لم تستفيد من فرنسا، ولم تستفيد من الاتحاد الأوروبي، ولم تستفيد من روسيا، ولم تستفيد من أي دولة. الإمارات لا تدخل المعارك الكلامية، هي مشغولة بأشياء خلينا نقول تافهه، مثل جذب الشركات العالميه وتحسين جوده الحياه وبناء المدن الذكيه واعداد اجيال للمستقبل. اما البيانات الغاضبه فتعيش حياه قصيره، تموت بعد نشر الاخبار، لان التاريخ لا يكتب بمن رفع صوته اكثر، بل بمن بنى واستثمر وطور البلاد والعباد. وهذا هو الشعر في يوم اليوم. صح لسانك، صح لسانك.